ازيكم عاملين ايه؟ حلقة جديدة من قناة كريزي مامي. يا رب تكونوا بخير دايما. حلقة جديدة النهاردة امبارح كده بالليل الولاد عايزين يتعشوا اندومي او نودلز. يا جماعة يهديكوا يرضيكوا، وانا كنت بردانة بصراحة ومش قادرة اقوم اعملها ومش عايزة اجيب لهم من بره. قلت لهم خلاص تعالوا هنعملها كده في الغدا بتاع بكرة ان شاء الله، وتغدوا بيها ويبقى فرصة خلصت كمان من غدا يوم بدل التفكير. المهم قالوا لي خلاص اوكي اتفقنا. كنت عملتها لهم قبل كده وعجبتهم طلبوها تاني. فتعالوا بقى اقول لكم هنعمل النودلز ازاي في البيت بطريقة صحية احسن كمان من نشتريها من بره، ويا رب ان شاء الله انها تعجبكم. وخليكم معايا بقى ويلا نشوف هنعملها ازاي. بصوا شكلها بقى. طبعا هي ممكن تتعمل بغير الاسباجيتي، ممكن تتعمل باللي هي مش الشعرية، اللي هي الشعرية اللي بتتباع التانية دي، اللي هي مش عارفة اسمها ايه، بس هي اسمها شعرية برضو، بس مش الشعرية اللي بنعمل بيها الرز يعني. دي حاجة تانية نبقى نجيبها ونجربها مع بعض. يلا بينا بقى نبدأ الطريقة مع بعض. اول حاجة طبعا حلة على النار، احط فيها مية وملح، وهبدأ احط فيها المكرونة عشان تتسلق. تقدري تعملي الكمية اللي انتي عايزاها. انا كنت هعملها لوحدها مش هعمل جنبها حاجة، فعملت تقريبا كيسين، قلت يبقى معمول بزيادة. المكرونة اتسلقت، محضرة معايا البهارات دي بقى. هي بقى ملح، وطبعا في فلفل بس انا حطيته بعد كده، بصل باودر، توم باودر، دي بابريكا مدخنة، وكمان مكعب ونص مرق الدجاج، وكاري وكركم، وبهارات فراخ. كل دول نحط منهم معلقة كبيرة، وتقدري تزودي حسب كمية المكرونة بتاعتك. في طاسة بقى على النار، بعد ما خلاص اطمنت المكرونة استوت خلاص، اتسلقت واستوت تمام. طاسة على النار وحط فيها شوية زيت، تقدري تحطي سمنة زي ما انت عايزة، اي مادة دهنية. وهبدأ اضيف فيها كل البهارات بتاعتي دي اهي كده، وابدأ اللي انا بقى احمصها على النار، واقلب كده لغاية ما المرقة كمان تفك، وكل البهارات تتحمص وتحسي ان ريحتها طلعت كده. بعد كده بعد بقى ما وصلنا للشكل اللي انتوا شايفينه ده، هبدأ اعمل هبدأ بقى اخد كبشتين من المية بتاعة سلق المكرونة. خلاص كبشتين 3 كده زي ما انت عايزة، وابدأ احطها على البهارات بتاعتي دي، واقلبها كده شوية، اسيبها كده تاخد غلوتين كده، مية المكرونة مع البهارات غلوتين كده مع بعض اهو. بصوا بعد ما غليت كده زي ما احنا شايفين، هبدأ بقى اخد طشة البهارات دي زي ما بنقول عليها يعني، واروح حطاها على المكرونة بالشكل ده. هنعمل في الشوية اللي باقيين زي ما بنعمل مع الملوخية بالظبط، شوية من المية بتاعة المكرونة تاني احطها في الطاسة، واقلب فيها البهارات دي، واروح نازلة بيها تاني على المكرونة. هقلب تقليبة بسيطة، اسيبها تاخد غلوة كده بس عشان المكرونة تبدأ تاخد من طعم التوابل بتاعتنا، وتبقى النودلز جاهزة معاكي. ادي كده شكلها. انا حطيت عليها كمان شوية شطة من فوق، طبعا لو كلكم بتحبوا السبايسي ممكن تضيفي الشطة مع البهارات، بس انا عشان الولاد صغيرين وكده فحطيت الشطة من فوق. وادي كده شكل النودلز. تقدري تاكليها بقى بالشوربة بتاعتها، تقدري تاكليها من غير الشوربة بتاعتها، بالطريقة اللي تعجبك. كمان تقدري لو عايزة تزودي نكهة الفراخ قوي، ممكن تزودي المكعب مرقة الدجاج. انا حاطة مكعب ونص، تقدري تحطي 2. تقدري تزودي شوية برضو في الكاري، في البهارات الفراخ زي ما انت عايزة. البهارات دي بقى على حسب ما تحبيها، وعلى حسب ما انت شايفة هتحطيها ازاي. ده كده الشكل النهائي للنودلز بتاعنا. يا رب يكون عجبكم، ولو عجبك الفيديو بقى ما تنسيناش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة لو اول مرة تشوفينا. وان شاء الله استنونا في اختراعات كتير وحاجات كتير، وتابعوا يومياتنا على طول على اليوتيوب. استنوني ان شاء الله. كومنت حلو